السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض النهاردة النموذج التاني علشان نثبت المعلومة ونشوف أسئلة ممكن تيجي في الامتحان. ولو وقف معاك أي سؤال أو حابين نعيد شرح أي جزء اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم وعامله في فيديو مخصوص. ويلا بينا نبدأ على طول ونشوف أول سؤال. أول سؤال عايز قيمة الجذر العشرة. جذر العشرة بتساوي إيه؟ عايز القيمة التقريبية ليها. ده سؤال مش تضيع وقتك فيه في الامتحان، اكتبه على الآلة. هيطلع لك على الآلة 3 علامة 1 يعني 3.1 لما تيجي تقربه يعني هتطلع لك 3. يلا بينا ندخل في السؤال التاني. ما قيمة جذر 93 على جذر السبعة؟ طب ما دي سهلة برضو، حطها على الآلة هتطلع لك 3 وانت مش محسوب على الدرجات. عايز خطوات؟ ماشي يا عم. هنا جذر 63 دي كام في كام؟ هتبقى 9 في 7. حلو. على جذر السبعة يبقى عندك جذر التسعة ب3. جذر السبعة على جذر السبعة. جذر السبعة يروح مع جذر السبعة يبقى لك ال3. بس طبعا انت احسبها بالآلة عشان وقتك في الامتحان. سؤال رقم 3 مديك اكس زائد ال4 واي بتساوي 8 واكس ناقص ال3 واي بتساوي 5 ومديك معادلة كبيرة. طب ما سهلة دي، هناخد المعادلة ديت وتعالى نحللها. عندك اكس تربيع، هنا اكس وهنا اكس، وسالب 12 واي، هنا هتبقى في واي وهنا في واي. ال 12 3 في 4 لان احنا عايزين حاجتين مضروبين في بعض الفرق ما بينهم يطلع لي 1. طيب والاشارات؟ الكبير هياخد اشارة اللي في النص والصغير هيبقى العكس. خلاص هو اصلا مديني اكس ناقص 3 واي بكام؟ ب5. تبقى 5 في، وهنا برضو مديني ديت ب8. 5 في 8 بكام؟ ب40. تبقى الإجابة رقم رقم ب. طيب سؤال رقم 4 إذا كان مديك 25 تربيع ناقص 15 تربيع بتساوي 10 إكس. طب ما تيجي نحط دول على الآلة هيطلعوا لك كام؟ هيطلعوا لك 400. تبقى 400 بتساوي 10 إكس. طب واحنا عايزين نجيب الإكس يبقى هنا على 10 وهنا برضو على 10، فالإكس تطلع لك بتساوي 400 على 10 فيها 40، فالإجابة تطلع أ. سؤال 5 بيقولك ما العامل المشترك الأكبر بين حدود كثيرة الحدود 12 إكس تربيع ناقص 8 إكس. طب ما تيجي ناخد عامل المشترك. هو اللي بيقبل الاسم على 12 وعلى 8؟ 4. طب هنا إكس تربيع وهنا إكس، لما نيجي ناخد عامل مشترك يطلع لي الإكس، يبقى الإجابة د. عندك بيقولك إذا كان عندي مثلث إكس وواي وزد قائم الزاوية. تعالى نرسم المثلث عشان مش نتوه. هنا عندي مثلث قائم الزاوية اكس واي وزد. عايز بقى؟ بيقولك في واي فإن. عايز القانون ده فيثاغورس. نبقى عندنا الاكس اول حاجه بيقولك ان الاكس زد عندي بتساوي الوتر بيساوي الاكس واي تربيع ناقص، يبقى غلط، الوتر بيبقى زائد. طب الاكس واي تربيع اكس واي تربيع بتساوي اكس زد تربيع زائد، فغلط برضو. طب عندي هنا بيقولي الاكس زد تربيع بتساوي الاكس واي تربيع زائد الواي زد، هي دي، يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى د. نحل مع بعض بقى سؤال رقم 7 بيقولي في المثلث اكس واي زد إذا كان عندي اكس واي بتساوي واي زد بتساوي اكس زد. معنى كده ان المثلث اللي عندي دوت أضلاعه متساوية، يعني زواياه هنا 60 وهنا 60 وهنا كمان 60، فهو عايز زاوية اكس. طب ما هنا اكس واي وزد يبقى الإجابة ب 60. السؤال رقم 8 بيقول لي في المثلث الثلاثيني الستيني. يعني ايه بقى المثلث الثلاثيني الستيني؟ يعني عندي ضلع، يعني عندي زاوية ب30 وزاوية ب60، يبقى اللي جاية بعدها كام؟ يعني كمان الزاوية اللي فاضلة ب90، يبقى هنا 30 وهنا 60، يبقى دوت الزاوية القائمة. ماشي. عايز هو عايز طول الوتر وطول الضلع المقابل للزاوية اللي قياسها 30. طب ما انا عارف ان طول الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، بس هو مش عايز طول الضلع ده، عايز الوتر لطول الضلع، يبقى العكس من 2 إلى 1. طب السؤال رقم 9 بيقول لي من المدرج التكراري المقابل ما الفترة المنوالية. المنوال بروح اشوف اعلى حاجة خالص اللي هو ده. طب واكبر حاجة ده الفترة بتاعته من 50 ل60، يبقى الفترة 50. نخش بقى في اول سؤال مقالي عندي بيقولي اذا كانت اكس بتساوي 2 جذر 2 وواي بتساوي 3 عايز اكس تربيع ناقص واي تربيع. سامعاك وانت بتقولي دي سهله قوي، دي تعويض مباشر ان احنا نحلها بالاله. ده سؤال مقالي يعني هتتحاسب على الخطوات.
عندك اكس تربيع ناقص الواي تربيع، نحلها ازاي بخطوات. الاكس تربيع بايه؟ الاكس اصلا بايه؟ باتنين جذر الاتنين الكل تربيع ناقص التلاتة تربيع. طيب التربيع ده هيتقسم مرة للاتنين ومرة لجذر الاتنين. الاتنين تربيع ب4. طب وجذر الاتنين تربيع بايه؟ ب2. حلو. ناقص التلاتة تربيع ب9. 4 في 2 ب8 ناقص ال9 هتطلع بتساوي -1. كده انت تاخد الدرجة النهائية. عايز تتأكد بالآلة اجابتك صح ماشي، بس مش تكتب الإجابة على طول من الآلة. ندخل في السؤال التاني في الفترات اللي انتوا طبعا مش بتحبوها. بيقول لي اوجد مستعينا بخط الأعداد، يبقى لازم نرسم عندنا خط الأعداد. هنعمل اول حاجه رقم الف. بيقول لي هنا ايه؟ بيبقى سالب ما لا نهايه، وهنا الما لا نهايه. بيقول لي من سالب ما لا نهايه للستة. طيب ما احنا هنعتبر هنا مثلا الستة هتبقى هنا مثلا الاربعة. من سالب الستة مقفوله يبقى نعمل دايره مقفوله رايحه لفين؟ لسالب ما لا نهايه. طب والاربعة؟ الاربعة مفتوحة رايحة لفين؟ للما لا نهاية. معنى الفرق اللي هو الناقص اللي محطوطة في النص، بس هي طبعا دي مش ناقص. معناها ايه؟ يعني انا لو اعتبرت ان دي اكس واعتبرت ان دي واي، معناها ان الحاجة اللي موجودة في الاكس ومش موجودة في الواي. طب ايه هو اللي موجود في الاكس؟ الجزء ده. يعني الجزء اللي مش موجود اللي انا عايزه اللي هو هنا ده، اللي هو يبقى 4 مقفولة لعند السالب ما لا نهاية اللي دايما بتبقى مفتوحة. طيب بعد كده السؤال التاني عايز برضو نرسم على خط الأعداد. نرسم على خط الأعداد. هنا هنرسم مثلا -1 وهنا الاتنين وبعد كده الاربعة وبعد كده الخمسة. عايز ايه هو؟ من -1 مقفول للاربعة مقفولة. ماشي. وعايز من -2 مقفولة للخمسة مقفولة. جميل. طيب هو عايز ايه؟ عايز اتحاد. الاتحاد ده اللي هو كل الارقام، يعني اخد اول واحد من هنا واول واحد من هنا، الاخر ارقام عندي في خط الاعداد. يعني هنا -1 وهنا الخمسة، وطبعا كل واحدة باشارتها، يعني الفترة بتاعتها بتبقى الاتنين مقفولين. ندخل في سؤال رقم 3. عايزنا نحلل. اول حاجة عندك ايه؟ ده كام حد؟ 4 حدود، يبقى على طول تحليل بالتقسيم. طب تعالى ناخد اول اتنين دول مع بعض. هيبقى عندي هنا ايه عامل مشترك؟ لو خدنا هناخد البي عامل مشترك، هيبقى ايه زائد ايه دي. طيب زائد. تعالى ناخد دول مع بعضيهم. هناخد ايه عامل مشترك؟ هناخد السي دي اي. هناخد الاي عامل مشترك، هيتبقى لي الاي زائد الدي. يبقى خلاص هنا ده زي ده، يبقى ناخدهم مع بعض عامل مشترك A زائد الدي، هيبقى ايه؟ البي زائد الاي. وكده اجابة السؤال تكون خلصت. طب سؤال رقم ب. بيقول لي اكس تكعيب ناقص الواحد. ازاي ده ينحل؟ قوس صغير وقوس كبير. اول حاجة باخد من القوس الصغير ده الجذر التكعيبي للاول اكس ناقص الجذر التكعيبي للتاني اللي هو الواحد. من القوس الصغير اجيب القوس الكبير. الاول تربيع هنا والاخير تربيع ب1، وهنا دايما الاشاره زائد. اللي في النص بقى بضرب الاول في التاني وبغير الاشاره، يعني هنا هتبقى زائد والاول في التاني باكس. التحليل التالت اللي هو رقم ج. بيقول لي 4 ام اس 4 زائد الواحد. ده تحليل مربع كامل، كان الجزء التاني من درس التحليل بالتقسيم. طب ازاي دوت نحله؟ اول حاجة تعالى نجيب الحد الاوسط. ده كان ليه قانون اللي هو كان بيساوي ايه؟ موجب وسالب 2 في جذر الاول اللي هو عندي هيبقى ايه؟ 2 ام تربيع في جذر الاخير اللي هو ب1، يعني هيطلع موجب وسالب 4 ام تربيع. طب هنعمل ايه في الموجب والسالب دي؟ معنى كده ان احنا هنحط في المعادلة بتاعتنا مرة بالموجب ومرة بالسالب، يعني هتبقى 4 ام اس 4 زائد الواحد زائد 4 ام تربيع ناقص 4 ام تربيع. كأننا ما عملناش اي حاجة. تعالى نحط دي بقى هنا مكان الواحد، يبقى 4 ام اس 4 زائد 4 ام تربيع زائد الواحد ناقص 4 ام تربيع. تعالى نحلل دول تحليل مربع كامل. هنفتح القوس. جذر الاول عندي ايه؟ ب2 ام تربيع زائد الواحد الكل ايه؟ القوس كله الكل تربيع ناقص 4 ام تربيع. جميل. بعد كده تعالى نحلل. هنفتح القوسين بتوعنا قد بعض. جذر الاول 2 ام تربيع زائد الواحد، ونفس الكلام هنا هنكتبه 2 ام تربيع زائد الواحد. طب وجذر التاني اللي هو هنا 4 ام تربيع ده هيبقى 2 ام،
وهنا برضو 2M. طب والإشارات واحدة بالزائد وواحدة بالناقص. ندخل في سؤال رقم 4، بيقول لي حدد نوع الزاوية B في المثلث ABC. يعني ايه حدد نوع؟ يعني هي حادة ولا منفرجة ولا قائمة؟ طيب بنعمل ايه؟ مديني طبعا هو الأضلاع، باخد أكبر ضلع فيهم وبربعه، هيطلع لك ال 12 تربيع بكام؟ ب144. والضلعين التانيين هربعهم وهجمعهم، يعني ال10 تربيع زائد ال9 تربيع، تطلع لك بكام؟ احسبها لي على الآلة، تطلع لك ب181. طيب عايز اعرف العلاقة ما بينهم، يعني مين اكبر من مين؟ طب عندك ال181 طلعت اكبر من ال144، يعني مجموعهم هما اللي طلعوا ايه؟ اكبر. معنى كده انها حادة. طب لو طلعت ال144 هي اللي اكبر تبقى منفرجة. طب لو طلعوا هما الاتنين متساويين، معنى كده انها هتبقى قائمة. ندخل بقى في أسئلة المقالي الكبيرة بتاعتنا الهندسة. عايز ايه في الشكل المقابل؟ مديني F و E و D منتصفات ل A B و B C و A C على الترتيب. عايز أول حاجة محيط المثلث الصغير اللي هو ال FED. طيب ما احنا عندنا ال FE ديت نص ايه؟ ال AB يعني نص ال6 يعني 3. طب ما عندي برضو ال FD نص الCB اللي هي هيبقى 5، وهنا نص ال8 4. طب ما خلاص المحيط سهل جبته، يبقى 4 زائد ال5 زائد ال3 تطلع بتساوي 12 سنتي. طبعا ده بالانجلش 12 سنتي. طيب وبعد كده عايز ايه؟ عايز اثبت له ان المثلث FED دوت قائم الزاوية. خلاص هنعمل زي السؤال اللي فات كده، هجيب له اكبر ضلع وهربعه واشوف هيطلع بكام، واجيب الضلعين التانيين اربعهم اجمعهم واشوفهم هيديني كام. طبعا هو عايزه قائم، فلازم الناتجين يطلعوا بيساووا بعض. تعالى بقى نكتب البرهان بتاعنا. تعالوا بقى نشوف ازاي بنكتب البرهان بتاعنا. طبعا ما ينفعش تقول له ان المحيط على طول بقى 3 زائد 4 زائد ال5 بيساوي 12، ما ينفعش. هتكتب له اول حاجه بما ان عندنا الاي منتصف السي بي والاف منتصف الاي سي، فعندي الاي اف بتساوي ايه؟ نص الاي بي، يعني بتساوي 6 على 2 اللي هي ال3. وبعد كده هتقول بما ان الاي دي منتصف السي دي، فعندنا الدي منتصف الاي بي، فبقى كده عندنا الاي دي بتساوي نص الاي سي، يعني اللي هي ايه؟ 8 على 2، فطلعت بتساوي ال4. بعد كده بما ان عندنا اف منتصف الاي سي، فعندي الدي منتصف الاي بي، فبقى عندي الاف دي بتساوي نص السي دي، بتساوي ايه؟ 10 على 2، فبتساوي ال5. بعد كده هتكتب له ان المحيط بيساوي 3 زائد ال4 زائد ال5 بتساوي 12 سنتيمتر. طب احنا كده ايه اثبتنا وبرهنا ان المحيط المثلث جبناه منين؟ دلوقتي عايز كمان اثبت له ان المثلث اف اي دي دوت قائم الزاويه. ازاي؟ بقوم قايله له ان الاف دي الكل تربيع اللي هو اكبر ضلع عندي اللي هو بيساوي ايه؟ 5 تربيع، يطلع بيساوي 25. الضلعين التانيين اللي هما الصغيرين اللي هو كام وكام؟ ال3 تربيع زائد ال4 تربيع اللي هو بيساوي 9 زائد ال16، فتطلع برضو ب25. كده خلاص بما ان عندي الاف دي الكل تربيع بتساوي اي اف تربيع زائد الاي دي تربيع، خلاص فإذا المثلث قائم الزوايا. تعالى بقى ندخل في سؤال 6 نفهمه الأول شفوي كده وبعد كده نكتب البرهان. هو عايز ايه؟ عايز محيط المثلث بي ام سي، ومديني ان الدي اي ب4 وان الدي ام ب3 وان البي اي ب6. طيب ما هو بما ان عندي ان الاي والدي دي ب4، ويبقى احنا ديت اصلا ضعف الاي دي، يبقى ديت بكام؟ ب8 سنتي. ماشي. طب ما هو مديني برضو ايه؟ مديني الام دي ديت ب3، يبقى الام سي ب6، لان احنا عندنا من ام دي ديت من 1 إلى 2، يبقى دي ب3 يبقى التانية ب6. طب احنا عايزين نجيب الاي دي الاي بي، هو مش كاتب لي عليها بيانات بس هو مديها لي بره، فعشان كده لازم تركز في المعطيات، مديها لي كلها ب6، فهتبقى 6 على 3 بكام؟ ب2، يبقى الجزء الصغير ده ب2 وضعفه هيبقى الجزء الكبير اللي هو ب4. فخلاص كده عرفت انا اجيب
الأضلاع كلها، يبقى محيط المثلث عندي بقى بيساوي 8 زائد 6 زائد 4، فتطلع لك ب 18 سنتي. بس طبعا ما ينفعش اكتبها له كده في الامتحان. يلا نكتب البرهان. اول حاجه هنكتبها في البرهان ان انا عندي الدي منتصف الاي بي والاي منتصف الاي سي. طيب منها ايه عندي؟ ايه يبقى عندي البي سي بتساوي 2 الاي دي، يعني 2 في 4 فتطلع لي ب8. وبعد كده عندي السي دي منتصف السي دي متوسط، وعندي كمان الاي بي ده كمان متوسط، وعندي الام هي نقطة تقاطع المتوسطات في المثلث. يبقى عندي السي ام بتساوي 2 ام دي، يعني هتطلع 2 في 6 هتطلع لي 2 قصدي في 3 وهتطلع لي ب6. وهنا الاي ام بتساوي تلت الاي دي، فستة على 3 فتطلع الاتنين. وبعد كده كمان عندي اخر حاجة الام بي بتساوي 2 اي ام، فتطلع 2 في 2 ب4. وبعد كده هتكتب له ان محيط المثلث بيساوي 4 زائد 8 زائد 6، فتطلع بتساوي 18 سنتي. وبكده نكون خلصنا حل النموذج التاني. يا رب تكونوا فهمتوا كل الأسئلة وطريقتهم كانت واضحة. وبكده تستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله مع النموذج التالت. أشوفكم على خير ومع السلامة.